للنادي الاهلي هذا الموسم. ادي العرضيه من عبد الله والسوليه، ده سعد من جريته، هو سعد ويسجل في توقيت قاتل بالنسبه لحسام البدري وبالنسبه ايضا لعماد النحاس. يا ولد على التكف، ولا اجدع مهاجم لم يحضر جونيور اجاييه، واختفى سليمان كولوبالي، اختفى عفروتو يلعب الضربه الحره المباشره والشرقيه عن استحقاق، يعاقب الاهلي عن اهدار الفرص السهله ويتعادل الاهلي من نقطتين لحد اللحظه. لكن فادي قطع قبل مين؟ احمد فتحي اللي حط ايده في وسطه، ده ما نطش مع احمد، وفادي فريد. عبد الله هدف اول للنادي المصري، هدف اول للنادي المصري في الدقيقه 13، في وقت كان لسه النادي المصري ما بدأش يخش في المباراه، لكن الهدف ده هيفرق معاه كتير جدا في مرمى الداخليه عشان يتقدم النادي المصري بعد 13 دقيقه بضربه جزاء لعبد الله جمعه. اكيد على قوس ال 18 يلعبها ناحيه اليمين، العرضيه على القائم البعيد، لسه بقول لكم المقلق المزعج بنجامين عامل ارتقاء في وسط خط الظهر، بيتفرجوا على الراجل وهو طمين بوسكا عشان يحرز هدف التعادل في الدقيقه 38. في الدقيقه 39 بنجامين اشيمبونج عشان يرتفع رصيده ل9 اهداف. بنجامين اشيمبونج بقول لحضراتكم كمان، يعني لو بيلعب مع فرقه تقيله من الانديه الكبيره اللي موجوده في المقدمه ويبقى داخليه. اسامه العزم خلاص بقى يبدا يلعب الطويله، اتحطت حلوه، كابوريا ممكن يلعب العرضيه، اتاخر فيها كتير على القائم البعيد، هدف تاني لسه بتكلم محمد الشامي. انا احمد سمير فرج على ضربه الجزاء اللي ضاعت، كانت هتفرق كتير جدا مع الداخليه، لكن يا سلام يا كابوريا، الرؤيه كويسه جدا وباصص وحاططها على القائم البعيد. الراجل يعني مش محتاج حاجه خالص الشامي ان الراجل يحطها بدماغه على يمين الغرباوي عشان يتقدم النادي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف للداخليه. هدف ادي الهجمه بانو، هوبا منتهى الخطوره، هدف لسموحه، هدف لنادي سموحه. اعزائي المشاهدين، اسلام محارب بيتقدم لسموحه لا شيء لنادي بتروجيت. بنشوف الهدف مره تاني مع بعض، ترتد الكوره لاسلام محارب عنده الاقدام مع اسامه علي معروف، يلعب الكره حلوه خطيره، الله قول الله، كتير الله على الجمال من مكان ومن اكثر من زاويه. ادي معروف بيلعبها، استناها على طول، ما خلاهاش لمست الارض يعني، وهي جايه كده زي الكرباج على طول فيرست تايم. يا ولد لحظه محاوله الحضر انه يقابله، انما مع الدقيقه 37 روعه حافظ زي ما حكما رابعا. حلوه، ايه الجمال والحلويات دي، ضربه راسيه، طلقه محدش احسن من حد. حلوه زي ما توقع محللينا قبل اللقاء، سواء الكابتن علاء ميهوب او الكابتن طارق مصطفى او الزميل الاعلامي تامر صقر، لما اجمعوا على ان احنا لازم نكون على موعد. ما رضيش يحتفل الراجل، انما ساب الاحتفال لمدربه. يا فتحي لنادي الزمالك بيلعبها معديه وبيطلعها باولو خطيره، ممكن جول محمد ابراهيم، كره تغير اتجاهها في الطريق، انما الاولانيه كان ادي الكرة، شوفوا باولو بتطلع منه لورا، محمد ابراهيم يصوب على الارض، لعيب السعيد وسع لنفسه، عدى بمهارة، حط مرة تانية، كرة عرضية حلوة، اوكري اومد اوكري، احترس من الاثيوبي، اوكري يحوم كالترادات على تسلل، لكن حكم اللقاء. ادي الكرة العرضية اللي اتعملت وعدى اومد اوكري وحط كرة على طول، لعيب هداف يعرف طريق الجون، بيشتغل بشكل، بيلعب على الطرف كويس وبيلعب على القلب كويس في كل حته. سجل في الاهلي، سجل في الزمالك، ما ينساوش طبعا الونش، قطع كره من الونش بره امام. الثلاثه هيلعبوا تحت عبد القادر فال، وهيرجع يلعب بارتكازين في وسط الملعب عن طريق ايزي ايميكا والمساك الثاني. وادي كره على حدود 18، خطر، تسديد على الارض، صلاح امين بيدور عليها، امين البكار، صلاح امين
قلت لحضراتكم بيحب يجيب جون شكله حلو. صلاح الطاير، احلام الفتى الطاير صلاح. امين امين امين. الهدف الثاني للانتاج الحربي، صلاح امين واوميد اوكري كلاهما. ادي الكوره قلت خطر، وادي حسن الشامي تسديد، الراجل ده قاعد صياد. صلاح المكار على طول عدلها ورفعها وحطها برجله الشمال على الطاير. بيدور على اوميد اوكري، حطها لاوميد. اوميد 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 لرصاصة الرحمة. اوميد اوكري، خلص الكلام. اوميد اوكري يعني رايح وبيستنى الهجمة لما تخلص، سابهم يغلطوا، سابهم يصفوا حساباتهم مع بعض، وقال لها تعالي خلاص. هدف على طريقة الدورات الرمضانية. هدف نور السيد، حلوة العرضية، جول. لسه بتكلم وبقول الاتحاد سيد البلد وجاب جول رائع. كاسونجو الهداف، كاسونجو الهداف. حلوة 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 وهدف رائع 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 من عرضية نور السيد، وحاططها ايه؟ حاططها بتزغرط جوه الجول. حلوة حلوة حلوة، جول جميل وصوتنا بيعلى مع الاجوال الحلوة. اول ما اتلعبت الكرة ما فيهاش تسلل، حلوة ببطن رجله بيتفرج عليها زينا، ورايحة في المقص بيتفرج عليها احمد مسعود عشان يبقى هدف في الدقيقه 28. باب لي اسماء كبيره جدا في اتحاد السكندري. حلوه التمريره ما فيهاش تسلل. كاسونجو 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 عملها. لسه بقول لحضراتكم السرعات هتفرق. خلص الليله هو طبعا بمنتهى السهوله. السلام يا ولد على التمريره. شفناش اتعملت من مين؟ من نص الملعب. هل محمد عادل حطها بينيه؟ وهنا خطا من الاثنين المساكين مودي واحمد سامي. يا سلام يا ولد يا كاسونجو، يا سلام يا كاسونجو. عرضية مرة تانية، لسه عطوة 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 عطوة، بيحرز هدف في ناديه السابق محمد عطوة، هدف ثالث. يا سلام يا ولد، طالع وركب الكرة ايه. طلع الجيش وطنطا تبقى ختام الاسبوع 29. كرة امامية وهدف، واخيرا اخيرا هنشوف الجون على بسيوني. حسام جلال، لكن في الاخير تروح في الجبهه اليسرى لاحمد عبد العزيز. عمل العرضيه، وهو عمرو مرعي صاحب ال7 اهداف، اللاعب اللي سجل في الشرقيه وفي اي فريق يشارك في الشامبيونز ليج او كونفدريشن كاب. ادي عمرو مرعي عمل توقيت اكتر من رائع في التشري، دفع بتوبه على حساب محمد مجدي في اليمين عند علي فوزي. عمل عرضيه يطير ويطلعها معاذ. حد يعمل كده يا معاذ، حد يعمل كده يا معاذ. لكن ايه التوفيق ده يا بسيوني، ايه الجمال ده. جول لنادي امبي. رحمة الله على الثعلب حماده امام، اسطوره ومدرسه في التعليق. شوف معاذ هنا يحطها ركنيه مفيش مشكله، لكن رجعها البسيوني ياخدها فيرست تايم. يا ولد يا ولد على الابداع وعلى الاتقان وعلى التوفيق من بسيوني، يحطها هدف. ولا رضا ولا 100 رضا يقدر يعملوا حاجه في اللقطه اللي فاتت. هدف ماريو مارتينيز هيلعب الضربة الحرة المباشرة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ماريو مارتينيز، ولسبب غير معلوم هو رفض التعبير عن فرحته. هو ما كانش بيلعب في أسوان قبل. اليسرى ماريو مارتينيز ويحطها أول لمسة ليها داخل المرمى. احمد عيد بغير اتجاهاته، حطها في الحته الفاضيه، نقله روعه الروعه، الحيه والعرضيه، هوبا خطيره، جول هدف اول من رقم 8 محمد رزق وانتشار رائع. بقول لحضراتكم لفريق طلائع الجيش اكتر يعني الحقيقه اكتر لعبه، والمكان ده اتلعب الاول نفس اللعبه نفس الجمله المقرره الحقيقه، اللي المره دي بقى يجلي فيها رضا العزب وتمر للمتالق والخطيره جدا. العزب بيتابع معاه، هوبا والاوفر جول. يا سلام يا جوزيف يا بيسا، يا سلام على الركنه، يا سلام على الركنه، يا سلام على التالق. حضراتكم بيرجع فريق طنطا للقاء وبيتعادل بضربه راس ذكيه خطيره وماكره في الحته العاميه. يا ولد يا مرسي، قلت لكم مرسي اللمسه البديعه، لكن العزب ايه يا ابني، عزب والله كوره.